اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، مساء الفل عليكم والورد والياسمين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه الجميله اللي انتم شايفينها دي. اللهم بارك، طلع النتيجه جميله جدا. هنقول النهارده على كل تركات العجينه وكل خطواتها الصح اللي تطلع معاكي نفس الطراوه دي. اللهم بارك، طالعه جميله جدا ونفس النتيجه اللي هتطلع معاكي بالظبط زي ما انت شايفه كده. تتبعي الخطوات ان شاء الله تطلع معاكي حلوه جدا. يلا قبل ما ندخل على الفيديو النهارده اعملي لي لايك وشير، ولو عجبك الفيديو دعميني بلايك طبعا، وطبعا حبيبه قلبي ما تحرمش من الكومنت الجميل بتاعك. يلا بينا النهارده بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. انا النهارده طبعا انا بقول لك على القرص الطريه ليه هتعتمديها ان شاء الله في سحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب وبالسعاده. النهارده طبعا قلت اعمل لكم القرص النهارده قبل ما طبعا يدخل علينا رمضان. اللي عايزه تعتمدها يلا بينا معايا. النهارده انا عملت 2 كيلو من الدقيق عشان طبعا في رمضان هتعمليها وتكيسيها وتحطيها معاكي في الفريزر لو حابه. تمام. انا معايا 2 كيلو من الدقيق كده، بدخل لهم الهواء بالمنخل اللي انتوا شايف يعني المصفى اللي معايا دي بتدخل يا دوبك هواء، هي مش بتنخل لكن بتدخل هواء للدقيق. تمام. ودي خطوه مهمه جدا في عمليه العجن. هنزل الاول كده برشه من الملح، ادي اول حاجه بعملها دي لاي عجينه. معايا لكل كيلو دقيق معلقتين من السكر، بحط معلقتين من السكر لكل كيلو من الدقيق. معايا كمان معلقه ونص من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه ونص او 2 باكت لكل كيلو باكت. تمام كده. ادي كده المواد الجافه بتاعتنا. هنبدا ننزل بقى بالايدام بتاعنا زي ما بيقولوا اهالينا كده، او السمنه بتاعتنا. معايا لكل كيلو كوبايه 250 جرام من السمنه، او سمنه على زيت زي ما انت حابه. ممكن تحطي سمنه على زيت، ممكن تحطي سمنه على زيت على زبده. انا حطيت هنا زبده سايحه مع كوبايه من الزيت. انا حطيت هنا كوبايتين، كوبايه زيت عليها كوبايه من الزبده السايحه. عايزه تحطي بدل الزبده سمنه حطي، عايزه تحطي بدل المهم يكون خليط من السمنه والزيت. تمام. او زبده وزيت، المهم الزيت داخل معانا في الموضوع. عايزه تخليهم الاتنين سمنه مفيش مشكله خالص، عايزه تخليهم الاتنين زبده برضو مفيش مشكله، اللي يريحك. تمام. لكن المقدار بتاعنا الاساسي معانا اللي هو كوبايتين لكل الكوبايه لكل كيلو من الدقيق. نزلت طبعا بالايدام بتاعنا كده على الدقيق. بعمل عمليه بس الاول كده بشرب الدقيق بتاعي الايدام بتاعي اللي هو السمنه مع الزيت او اي نوع انت بتحطيه زي ما اتفقنا. اول ما الدقيق بتاعي يبدا يشرب السمنه بتاعتي كلها، بنزل بقى باللبن الرايب. اللبن الرايب لازم اساسي؟ لا مش هقول لك لازم اساسي. لو ما عندكيش لبن رايب هقول لك على خطوات مهمه ممكن تعمليها. اولا احنا نزلنا باللبن هنا، الكميه بتاعتنا كانت كيلو من اللبن الرايب على 2 كيلو من الدقيق. تمام. وطبعا كملت ميه لان طبعا المقدار بتاعنا هياخد معايا حوالي بالظبط 6 كوبايات من اللبن الرايب على ال 2 كيلو دقيق. تمام. فطبعا انا ما كملش معايا، كان هنا حوالي 5 كوبايات، فنزلت بالكوبايه اللي فاضله ميه. طيب انا دلوقتي ما عنديش لبن رايب، ممكن تعملي ايه معاكي؟ لو معاكي لبن الحليب هتقطعيه، لو مش عارفه تقطعيه هقولك تقطعيه ازاي. بمعلقه. لا الكيلو اللبن بتاعك هياخد منك معلقتين من الخل، هيقطعهولك بالظبط كده، مش هتحتاجي انك تشتري لبن رايب. طب انا مش عندي لبن رايب وما عنديش لبن حليب يكفي، ممكن اقولك هاتي الزبادي بدل اللبن. برضو اللبن مع الزبادي هيديكي نتيجه كويسه جدا برضو. يبقى هنا عملنا البدائل كلها. او اللي مش عارفه تعمل اللبن الرايب اساسا او هتعمليه قبلها بيوم، ممكن برضو يعني انا لو هقوم تاني يوم هعمل شويه قرص مثلا، هروب معايا كيلو من اللبن. هروبه ازاي؟ هسخن الحله بتاعتي انزل فيها باللبن وهعمل وهروح جايه مروباه. هسيبه لتاني يوم حوالي 12 ساعه كده، هتلاقيه يطلع معاكي لبن رايب جميل جدا. هنا طبعا عجنت العجينه زي ما انت شايفه، عجن كويس جدا لغايه ما تديني عجينه يابسه كويسه، يعني لا هي بتلزق ولا هي ناشفه. المهم تكون العجينه بتاعتك ناعمه بعد العجن. وهسيبها تخمر بالظبط ربع ساعه، مش هزود عن ربع ساعه، لان طبعا عبال ما اقطع وعبال ما افرد العجين هتكون بتخمر معايا. فانا طبعا مش هسيبها تخمر الخمران الجامد قوي، لا انا عايزاها برضو تخمر الخمران الطبيعي بتاعها. تمام كده. فانا زي ما قلت لك الوقت بتاع التخمير هنا ما يزيدش عن ربع ساعه. عبال ما اقطع التقطيع بتاعي دوت زي ما انت شايفه كده، برضو هسيبه يرتاح فهياخد وقت من التخمير تاني، وعبال ما اقطع هياخد وقت من التخمير تاني. فانا بجمع كله مع بعضه 4 ساعات كده. تمام.
وزي ما اتفقنا هنا احنا قطعنا الكميه اهو زي ما انت شايفه. لازم اهم حاجه تكون كل قطعه بقطعها قد التانيه بالظبط. حاولي تعمليها بايديكي، لو انت ايديك ميزان هتعمليها وهتظبطيها جدا. طب لو عندك ميزان يبقى خير وبركه برضو هتظبطي عليها. تمام. بقطع الكميه كلها زي ما انت شايفه كده عشان اسيبها ترتاح برضو ربع ساعه تاني. انا هغطيها هنا اهو وهبدا اسيبها لمده ربع ساعه تاني برضو عشان خاطر برضو ترفع معايا. هنا مش تخمير بقى، هنا هتبدا العجينه بتاعتي ترفع اللي هي عشان لما اجي افردها تفرد معايا وتكون سلسه في الفرد. انا فضيت البلانشه زي ما انتم شايفين عشان هفرد عليها، وبجيب اول قطعه بدات اقطعها هي اللي هبدا بيها. اول قطعه قطعتها خالص هي اللي هبدا بيها. ابقى عارفه الصينيه اللي انا هحط فيها او قطعت منها في البدايه خالص هاخد منها اول حاجه. الفرد بتاعي دايما بحب افرده دايما بالفراده كده. لو عندك الفراده بتكون احسن لان هي بتطلعها لك كلها حته كلها مستويه قد بعضها زي ما انت شايفه كده. بوسعها الاول بايديا كده وبعدين بديها فرده بالفراده، بتديكي السمك بتاعك المظبوط. واهم حاجه فيها لما بتيجي تفرديها ما تطلعش حته عاليه منك وحته واطيه، لا احنا بنظبطها. يعني انت لو هتفرديها بايديكي حاولي على قد ما تقدري تطلعيها كلها نفس المستوى عشان تطلع معاكي القرصه كلها مظبوطه وما تطلعش حته منك ناشفه وحته طريه. لا انا عايزاها كلها مستوى الطراوه بتاعتها واحد. وزي ما اتفقنا هنا اهم حاجه بقى في موضوع القرص والعجن بتاعتها اللبن الرايب زي ما احنا اتفقنا هو اللي بيخلي لك القرص بتاعتك طريه جدا وما شاء الله تبارك الله بتطلع نتيجتها حلوه جدا. اهم شيء بقى في الموضوع دوت ان انا لو ما عنديش اللبن الرايب يبقى في بديل عندي الزبادي، لان طبعا اللبن الحليب مش بيديني لوحده النتيجه اللي انا عايزاها. لا هو بيبقى برده حلو وكل حاجه لكن مش بتبقى نتيجه الطراوه اللي احنا عايزينها. تمام. الفرد بتاعنا زي ما احنا اتفقنا اهو. انا مش عايزه اتوه منك الفيديو واتكلم في حته تانية غير اللي انا واقفه عندها. الفرد زي ما اتفقنا نفس المستوى كده ونفس السمك بتاع القرصه. النتيجه انا طلعتها طبعا عايزه تطلعيها دايره تعمليها على شكل دايره مفيش مشكله. انا عملتها على الشكل البيضاوي ده بيكون جميل جدا برضو في القرص. ادي المنظر اهوت ما شاء الله تبارك الله. يعني بعد ما بقطع قطعت حبه كويسين يعني. هتخلصي الكميه بتاعتك كلها على نفس النمط ده. هرجع تاني اقولك على حته بتاعت اللبن الرايب. اهم شيء لو انت مش مالكه انك تجيبي لبن رايب او محدش بيبيع عندك لبن رايب اعمليه في البيت. هنسخن الحله بتاعتنا وهجيب اللبن بتاعي. بعد ما الحله تسخن هحط اللبن فيها وبعد كده هسيبها لمده 12 ساعه هيقطع معاكي اللبن وهيطلع معاكي لبن رايب جميل جدا. والخطوه دي بتعمليها قبلها بيوم. حلو كده. طب لو انا ما عنديش برضو ومش عايزه اعمل الخطوه دي يبقى بمعلقتين من الخل انزلي بيهم على اللبن بتاعك هيقطع لك اللبن بتاعك وهيخليهولك زي اللبن الرايب. وديت الخطوه السريعه اللي احنا بنعملها لما بنبقى مستعجلين على الخطوه بتاعه القرص. تمام. طبعا التسويه بتاعته بتكون على درجه 180 في ارضيه الفرن كده زي ما انت شايفه وبكون مولعه الشوايه من فوق. لو مش عندك فوق وتحت شغالين مع بعض بتسوي من تحت الاول بعدين افتحي الشوايه بعدها من فوق. وبعد كده النتيجه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك يعني طالعه النتيجه حلوه جدا والتسويه حلوه جدا. اهم حاجه زي ما قلت لك ما تستغنيش عن الخطوات اللي قلت لك عليها. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم وكل سنه وانتم طيبين. بعود علينا وعليكم الايام واترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.